دي تبقى كامو وتبقى زعيمه منظمه اسمها الكاكاغومي، وده بقى يا اسطى يبقى عمنا كاغومي، عيل خواف وبيخاف من خياله حرفيا. المهم بيكون ماشي مع صاحبه وقاعد يتمتم عن الاشباح وكده، فصاحبه قال له خد بالك بقى يا اسطى عشان في عفريته اسمها بلبن. فكاغومي قال له بلبن؟ قام صاحبه خبطه على دماغه وقال له استرجل بقى يلا، وبعدها سابه وخلع. فبطلنا بيبدا يبص يمين وشمال، بيبدا يفكر في بلبن، فاما نزل البنطلون بسرعه قال يعني انه لما يجي العفريت يخوفه يجيبهم في الشارع بسرعه يا حلاوه. المهم واثناء ما هو في الوضعيه دي كامو بتيجي في الوش، فبطلنا الكحيان بيقول في نفسه بلبن. المهم البنت بتروح عنده بتقول له مش عيب عليك لما تكون راجل وتكون في الوضعيه دي؟ فكاغومي بيقول لها يا ستت هو في حد خد حد كده؟ فهي بترد عليه وبتقول له يا عم ضاري فضايحك الاول. فبطلنا بيربط حزامه بسرعه، فهي بتساله انت ليه اصلا كنت في الوضعيه دي؟ فهو بيقول لها الاشباح ممكن تطلع عليا وتقول لي بوع، فهي تقول لك ايه؟ بيقول لها بوع، وعشان كده انا جهزت نفسي عشان يعني لما يجي يخضوني يعني اجيبهم. فجات له لحظه ادراك في اللحظه دي انه كان في موقف لا يحسد عليه عزيزي. المهم بعد نقاش ملوش اي 60 لازمه بتقول له يعني انت بتخاف من الاشباح؟ الواد بيقول لها ده الطبيعي يعني. البنت بتبدا ترفع ايديها كده وبتبدا تستخدم قوتها، بتبدا اطياف تحوم حواليه، فهي بتقول له ايه عايز تروح لي ماما؟ بيقول لها ثواني كده ايه المخيف يعني في شويه الكور المنوره دي؟ بتقول له بالظبط مش كل الاشباح مخيفه. بتبدا تقول له ان في منظمه اسمها الكاكاغومي، ودي تبقى المسؤوله عن اخافه الناس وازاي ترعبهم وكده، وهي اللي كانت بتنشر قصص الرعب والاشباح في العالم اصلا، لكن وبسبب وفاه الزعيم الحالي القصص بدات تقل انتشار. فهو بيقول لها فعلا تصدق انا حسيت بكده برضو. بتكمل كلامها وبتقول له انها تبقى بنت زعيم الكاكاغومي، وهي اللي مسكت مكان الزعيم السابق اللي هو يبقى ابوها اصلا، وعشان هي مش بتخاف من حاجه ما عرفتش تدير المنظمه بشكل صحيح، وكل اللي فيها مشيوا في النهايه، فما فضلش حد وقررت انها تقفل المنظمه. لكن بطلنا عنده راي تاني بيقول لها ازاي يعني ازاي الكلام الوسخ دي؟ يعني يوم ما اشوف شبح يبقى كرة بلبن؟ لا يا ست انا عايز حق ماليش دعوه. فهي بترد عليه وبتقول له في حل واحد بس، انك تساعدني اعرف ازاي اخوف الناس وايه الحاجه اللي هم بيخافوا منها، وبكده هقدر ارجع المنظمه زي زمان واحسن كمان. فبطلنا بيتحمس وبيقول لها كده ايوه انا هساعدك يا ست ما تخافيش سيب لي الطلعه دي يلا بينا. بس بقول لك صح قبل كل ده وشك ده اكتر حاجه لو الناس شافتها هتخوفهم حرفيا. فمشاعر النوسه يا عزيزي بقى بتشتغل في الوقت ده وبترنه احلى علقه هياخدها في حياته وهياخدها تاني لسه. المهم تاني يوم بطلنا بيصحى من نومه بيروح عشان يفتح ضرفته، فكامو بتقول له انتي للمحله. الواد بيتفزع وبيقول لها ده انا اللي هديكي بالحله، ايه اللي جابك هنا يا ست انت؟ بتقول له الله مش انت قلت هتساعدني؟ وبعدين دخلت عادي يعني زي الناس بالليل. المهم بيقعدوا قدام بعض، فكامو بتطلع كتاب كده وبيكون عباره عن قصص مرعبه واحداث حصلت مع البشر، فتبدا تحكي عن قصه اسمها الزهره 13. ولو ما تعرفش الزهره دي فهي بالمختصر ان انت لو ماشي على سلم فيه 13 درجه ودوست على الدرجه 13 هيظهر شبح يسحبك تحت الارض يا عزيز. فكامو بتقول لي بطلنا وايه اللي كان واخد زاويه في الحيطه وانت مين قالك ان في حاجه زي كده اصلا؟ بتقول له انا عندي فكره. بتاخده بعدها على مكان فيه 13 سلم وبتقول له يلا بقى يا حبيبي انام على بطنك. بيقول لها الله هو انت شايفاني ازاي يا ست انت؟ بس الحاج كاجومي ما كدبش خبر وراح نام على بطنه يا حلاوه. فبيكون في راجل طالع على السلم كده وبيشوف الحاج بتاعنا هو في الوضعيه اللي مش مظبوطه دي، فبيتخض منه وبعدها بيقول له يا ابن الناس خلي عند امك دم مش في الشارع كده ما تبقاش في بويز وبجح كمان. كامو بتروح لبطلنا وبتقول له شفت زي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها الزهره 13 في الزهره الفنبويه بس. فهو بيرد عليها وبيقول لها يعني يا بنت الناس عاجبك الكلام اللي جبتيه ليا؟ واثناء ما كان بيكلمها بيبقى هيقع من على السلم، فكامو لسه هتمسكه قال لها بعيد احسن نتبادل الاجسام. وقتها مش هقدر ابص في المرايه يا ست انت بعيد مني احسن. فمشاعر الانوثه يا صاحبي بتشتغل لثالث مره او تاني مره حرفيا وبتنط عليها عشان ترنه علقه زي الناس، الا مشاعر المراه يا ابو الصحاب دي خط احمر. المهم الاتنين بيقعوا من على السلم وبيبقوا في وش بعض، فبتجي ست كده بتقول لهم بتعملوا ايه يا وساخ؟ بتبدا تلم الناس والموضوع اخر ضحكه يا صاحبي. المهم بطلنا بيصحى تاني يوم عشان يروح المدرسه، بيبص كده وبيلاقي المنبه بتاعه اتغير. بتجي ست وبتقول له اصحى يا كسلان، فبيقول لها انت مين يا ست انت؟ فهي بتقول ايه ده انت اكتشفت تنكري؟ وبعدها بتطلع من المكان وهي طايره بالبالونه بتقول له انا حرميت المنبهات. بيقول لها الله يعني يوم ما تسرقي منبه المدرسه. المهم بعدها بطلنا بيجري بسرعه عشان يلحق يروح المدرسه، واثناء ما كان ماشي في الطريق بيوقف شخص مش لابس حاجه بيقول له انت شكلك متضايق، طب خد الحل يا رايق والمس الغالي التوفايق. كرم بيقول يا مشزز يا ابن الحق يا ناس الحق يا ناس الراجل ده مش مظبوط وعايز نلمس رفاعي. فالراجل بيقول له ما تحاولش يا ابو الصحاب ما فيش غيرك يقدر يشوفني او يسمعني. بيقول له انا بقى احكي لك قصتي
قصتي من 600 سنه كان في اسطوره اسمها عربيه رفاعي، لكن العربيه دي اختفت فجاه، وانا نتيجه ايمان الناس ان العربيه دي اي حد يلمسها بيحصل على حظ اسطوري يا ابو الصحاب. فبطلنا بيقول له يعني لو لمست الغالي الناس اللي بتتفرج على الملخص ده هيشتركوا يعملوا لايك. بيرد عليه الراجل وبيقول له المس الغالي وشوف يا عالي. فبطلنا اللي حاله من حالي بيقول الموضوع يبان غريب لكن كل الاجر للمتابعين برضه. بيروح عشان يلمس الغالي لكن الراجل بينط وبيقول له ايه يا راجل انت فكرت ان بالساهل هتلمس الغالي؟ عند امك الكلام ده. كيغومي بيقول له يعني يا راجل يا مشزز ما انت اللي قلت لي. لكن بطلنا عشان شكله فيمبويزز كده ومش مظبوط بياخد قرار ان هيلمس الغالي يعني هيلمسه. وبعد محاولات كتير وكلها باءت بالفشل بتيجي كامو بتقول له انت بتعمل ايه يا ابن العبيطه؟ فهو بيبدا يشرح لها الموضوع، فهي بتقول له اها يعني لو لمست الغالي حظك النحس ده هيتعدل. بيقول لها بالظبط، بتقول له هات ايدك كده وهوب يا صاحبي بتخليه يلمس الغالي. فالراجل بيبدا يختفي من المكان. فكامو بتقول له ايه حاسس ان حظك اتحسن يا فيمبويزز؟ بيقول لها ولا اي حاجه يا ست. ثاني يوم بطلنا بيروح على المدرسه، التلاميذ كلهم قاعدين يبصوا عليه فهو مش بيبقى فاهم في ايه، وبتطلع كامو متشعلقه عليه حرفيا واللي هو قاعدين المحله. المهم بطلنا بيدخل الحمام وبيقول لها يا ستي ارحمي امي انت امتى ركبت على ظهري اصلا؟ بتقول له من ساعه ما طلعت من البيت يا مغفل. المهم بقى انا جايبه لك حاجه جديده يا ابو الصحاب. بطلنا بيقول لها بقول لك يا ست انت اخر مره خليتيني المس بتاع واحد مشكوك في امره والناس كانت بتشك في امري، المره دي مش هيشكوا دول هيتاكدوا. فهي بتقول له بطل جبن بقى واسمع انا عايزه اديك حاجه. هوبا بتطلع له عروسه لعبه. الولد بيقع في الاول لكن بعدها بياخد منها العروسه. بعدها بيقول لها هو انت متاكده ان دي مجرد عروسه عاديه؟ بتقول له هي عاديه خالص كل اللي فيها بس انها ملعونه مش اكتر. بيبقى هيتجنن يا عيني. بيقول لها يا ست ارحميني بقى. بعدها كيغومي بياخد الدميه على البيت. المهم كان قايم كده وكان رايح الحمام قام سمع صوت من وراه. اوبا الدميه بتبص ليه وبتبتسم له وبتقول له انتي دي الاشباح. كيغومي بيقول لها يا حلاوه يا حلاوه. فالدميه بتبدا تتحرك عليه وبتقول له شكرا عشان فكيت الختمه يا ابو الصحاب، ما تيجي ورا الستاره ونجيب ساره. كيغومي بيقول لها ساره ماتت وحضرنا جنازتها يا ست انت بعيدي مني. بترد عليه وبتقول له انا ساره يا حبيبي ورا الستاره. بتكمل كلامها وبتقول له زعيم الكاكاغومي اللي فات كان حابسني وانت حررتني، ايه رايك بقى ان انت تدوق طعمي؟ كيغومي بيقول في نفسه دي اكيد ريحتها مسمنه وطعمها هيبقى تراب. هوبا مش بيحصل حاجه يا ابو الصحاب. الدميه بتقول له يا مغفل ده انت شعرك طول من كتر الخوف. بتضحك وبتقول له ده انا لو جبت واحده ست كانت صدت مكانك. المهم بتقول له انا هخوفك لحد ما شعر راسك كله يقع وتبقى اصلع يا عيني. فكيغومي بيسحب عقد بوزه ده اللي ما نعرفش الكاتب حاطته له ازاي في الدولاب. وقبل ما تحصل معركه كوميديه بتشوف كامو بتطلع كده من العدم وبتقول لكيغومي هو انت بتعمل ايه يا ابن العبيطه؟ فكامو بتروح للدميه وبتقول لها يعني عشان بشري واحد رماكي تبقى تحقدي على البشر كلهم؟ فالدميه بترد عليها وبتقول لها الانسان اللي رماني مات، اطلع غضب ده على مين؟ اشرحي لي الله على مين؟ كامو بتقول لها احنا شبه بعض على فكره، حتى انا كل اعضاء الكاكاغومي يتخلوا عني. بتعرض عليها بعدها انها تنضم ليها، توعدها انها مش هتتخلى عنها ابدا. فالعروسه بتهدى كده وبيبقوا الاثنين يا صاحبي في عالم تاني وقاعدين يغنوا كوكو كوكو بوس بوس سيتي بوسو بوسو. المهم تاني يوم بطلنا بيشوف اعمده غريبه كده في الشارع فبيبقى مستغرب منها وايه اللي جابها هنا. كامو بتيجي وبتقول له ان دي قصه جديده يا ابو الصحاب، والقصه عباره عن انك لما تكون في الحمام بيجي شخص يسالك عايز ورقه حمراء ولا بيضه ولا زرقاء. فبطلنا بيقول لها طب وايه علاقه العواميد دي برضه مش فاهم. بتقول له سهله وبسيطه هنختبر القصه دي عليك يا عمنا، وعشان الحمام ضيق فطلعتهم بره يعني مش مستاهله يا ابو الصحاب. قول لي بقى انت عايز انهي لون؟ فهو بيقول لها يا ست ارحمي امي، وبعدين مين اللي هيطلب ورقه حمام بره الحمام اصلا؟ راحت البت حركت ايدها كده حورته العمود وقالت له اهدى بقى. فتاني يوم بطلنا بيبقى ماشي في الشارع وبيشوف عمود تاني في وشه. فالعمود بيبدا يتكلم وبيقول ان على الحريه مش هطلع شغل تاني، اتحررت من العبوديه الجنسانيه. فبطلنا بيقول له انت يا عم انت المفروض ان انت تساعد الناس، انت اللي طلعك من الحمام اصلا. فالعمود نط عليه وقال له اخرس بقى يا عم انت يا عم انت ناس مقرفه. بعدها بتاجي كامو بتقول له انت بتعمل ايه يا عمنا؟ فبطلنا بيقول لها امال العمود اللي كان هنا راح فين؟ فكامو بتقول له عمود ايه يا عمنا؟ بيقول لها يا ست الانسان الكسلان ده اللي متحول لعمود ده ومش عايز يرجع انسان تاني. فهي بتقول له فيها ايه يعني ما تسيبه يا عمنا. فبطلنا بيبص وراه كده وبيشوف عربيه خرده والحلو انها شايله العمود. فهو بيقول لي كامو اجري يا بت بسرعه على العربيه وقفيه. فكامو بتيجي من جنب سواق العربيه كده وهي عين الراجل من الخضه بيوقف العربيه. فكامو بتاخد العمود وبيجي كاغومي يقول لها هو مش بيتحرك ليه؟ بيمسك فيشه العمود كده وبيقول لها انت الناس اللي حولتيهم النهارده العواميد كان ليهم فيش؟ بتقول له اكيد لا. المهم بعدها بيخيم الليل. فكامو بتبقى واقفه كده مع الحاج كاغومي ومشاعر الانوثه بتشتغل يا عزيزي وبتقول له بقول لك ايه هو انا حلوه؟ هو بيقول لها حلوه ازاي؟ فالرد ما بيعجبهاش وبتديله على راسه يا صاحبي. بياخد
تاخد العلقه السليمه يا عزيزي. فهو بيقول لها يا بنت المفتريه انا عملت لك ايه؟ بتقول انت غبي ومش بتفهم. بيقول لها الله، يعني بذمتك هو في حد يسال السؤال ده كده ومره واحده؟ فهي بترد عليه وبتقول له ده الغباء شكله متوارث في عيلتكم صح؟ فبتساله لتاني مره هو انا حلوه ولا لا؟ والتاني مره الغبي غبي ومش بيفهم. فالدور ده بتكسر راسه يا صاحبي. بعدها بتبدا تحكي لي قصه رعب تانيه. بتقول له تدور احداث القصه عن ست بتاجي في نص الليل تسال الشباب هي حلوه ولا لا، ولو قلت انت حلوه بتشيل القناع اللي على وشها، واللي بيطلع نص وشها عباره عن فم كبير يا صاحبي ممكن تاكلك حرفيا. فكيهومي بيقول لها سمعت عن الموضوع ده بس الظاهر انها قصه منحرفه، ست منحرفه مش اكتر. فكامو بتقول له ايه انت مخفتش ولا ايه؟ فهو بيقول لها اكيد لا يعني. وبعدين يا ست الخرفان بس هم اللي بيحكموا عن البنات من شكلهم. المهم بقى والست دي حصل لها ايه؟ بتقول له ليه تقول ست؟ ما ممكن تكون انا هي. كيهومي بيديها نظره هي بتطلع العروسه كده في وشه مره واحده وابننا الخواف بيقع على الارض. بيقول لها يا ستي بطلت تطلعي اللعبه دي في وش كده مره واحده. فالدميه بتقول له ده انت تربيه عاقب صحيح، انا ست انا كمان. فكامو بتقول لها ده عاق اصلا من غير ما تقول يا ست. المهم بتبدا الدميه تحكي عن قصه الشبح. بتقول له في الماضي قناع الست ده ما كانش بيتغير غير لما حد يجاوب على سؤالها ويقول لها نعم. فكامو بتقول لي كيهومي هو انا اقدر اعمل نفس الحاجه بما اني بنتها، لكن بحذرك اوعى اسمعك تقول عني وهسالك سؤال تاني دلوقتي هو انا حلوه ولا لا؟ فبطلنا بيبقى محتار ومش عايز يكذب طبعا عشان هو طبعا مش خروف وكده عزيزي. وبعد تفكير طويل جدا قال لها انت مش مظبوطه يا بنت. فخد احلى باكورد على وشه. قلت لك يا ابو الصحاب خد بالك من مشاعر الانوثه. فهي بتقول له ده انت غبي ومش بتفهم وبتروح عشان تسال ناس عشوائي. فهو بيقول لها اوعى تعملي كده ده انت شبه جارنا سعد الناس هتخاف وتجري. فالدميه بتقول له هي مشيت يا مغفل. فبنشوف بنت وولد بيكونوا ماشيين في الشارع وقاعدين يتكلموا. فبتيجي كامو من وراهم كده وبتقول لهم هو انا مزه؟ فالاتنين من الخضه يا عيني بيقولوا لها لا. المهم بعدها بنروح عند عمنا كيهومي. بيقول للدميه كل مره نتكلم عن شكلها بيحصل لها حاجه مش طبيعيه. فالدميه بترد عليه وبتقول له لما انت عارف كده ليه ما تقولهاش انها حلوه وخلاص؟ ومره واحده بتشاور بايديها وبتقول لها الزعيمه هناك اهي. وبتكون كامو ماسكه الراجل يا عيني وحرفيا بتعمل له فينش جون سينا. مش قلت لك الا مشاعر الانوثه يا محترم؟ فبتكمل الدميه وتقول لبطلنا اللي ما تخافش منها هي بس بتمشي على السيناريو. فهي بتدي للبطلنا كده بصه اللي هو قول بس ان انا وحشه وبتساله هل انا وحشه ولا لا؟ فالدميه بتقول له قول لها انت حلوه احسن لك. فهو بيقول لها عند امك الكلام ده اقطع الغالي ولا اقول كده. ومن هنا يا عزيزي بيفتح باب مش هيعرف يقفله. فالاتنين بيجروا ورا بعض والموضوع اخر ضحكه يا صاحبي. وعشان يهدي مشاعر الانوثه اللي عندها بيوقفها كده وبيقول لها ده انت مزه يا بنت اصبري. فالبنت بتدي نظره حرفيا اللي هو انها سو كيوت يا اسطى جوزوها لي مش قادر. فبطلنا كيهومي بيبقى مصدوم من حقه يا اسطى ما هو قدامه حرفيا سو كيوت. بعدها بيروحوا على البيت. فكيهومي بيقول لكامو يا بنت المتخلفه ايه كل المناديل دي؟ فهي بترد عليه وبتقول له سهله وبسيطه يا عمنا عندي برد. يعني المناديل دي هتيجي من فين؟ من عند امك مثلا؟ فهو بيقول لها طب وانا بالي بيك يا ست انت دوت انا مش معنى انك عندك برد يبقى توسخيها كده. فاخر ما بتزهق منه بتخوفه. وابننا الشجاع زي ما احنا عارفين بيخاف يا عيني. فهي بتقول له ايه رايك بقى ان انت تشوف العفاريت اللي على كتافك؟ بيقول لها وحياه امك لا وحياه امك لا. فبتحرك صباعها كده. فهي بتقول له انت لميت كل ده حواليك ازاي؟ فبيبدا يقول لها انا جاي في الطريق كان في راجل قاعد يشرب بيبسي كلمني قال لي على كتفك في اشباح وكده وعشان انا كارف زي ما انتوا عارفين سبته ومشيت. لكن ابن العبيطه ده قاعد يرمي عليا كور رز بلبن. فبطلنا بيبدا يفكر. بيقول لي كامو هو انت تعبانه من يومين مش كده؟ بتقول له ما انا قلت لك. فبيقول في نفسه اكيد الراجل ابن الصرم هو اللي عمل كده. بعدها بيروح عند الراجل وبيقول له يا راجل يا ابن الصرم شيل الكلام الوسخ اللي انت حاطه على الحيطه ده. فالراجل بيرد عليه وبيقول له هو انت عبيط يالا الورق ده يا ابن الهبله لطرد الاشباح وبعدين اصلا انا في حد مكلفني بالشغل ده. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له يا راجل يا مخرفن ده انا لو جبت ابن اختي اللي لسه ما اتجوزتش اصلا هيرسم احسن من كده شيل يا راجل انت الخرابيط دي. فالراجل بيضحك كده بيقول له تصدق ضحكتني يالا وبيحرك ايده كده بيقول له طب اقعد بقى. فكيهومي بيقول له يا راجل يا ابن الصرمه طب بص جنبك كده. وبيطلع ان عمل بلاغ لعم برع الشاويش يا حلاوه. فالشرطه بياخدوا الراجل ده وبيمشوا من المكان. فكامو بتطلع مره واحده من صندوق الزباله وبتبدا الدميه تقول لهم ما دام الراجل ده كان هنا يبقى اكيد حد هو اللي اجره. فكاغامي بيقول لكامو طب هو انت في حد في بالك وكده؟ كامو بترد عليه وبتقول له لا. وبنشوف قطه غريبه بتبص على الراجل الروحاني ده وشكل كده في ان في الموضوع. المهم بطلنا تاني يوم بيكون في المدرسه بيفتح ضرفته املاء شعر فيها وهي عين المدرسه كلها بتسمع صرخته. فواحد من زمايله بيجي وبيقول له ايه يا عمنا في ايه عمال تصرخ كده زي الحريم؟ بيقول له ضرفتي يا اسطى ضرفتي يا اسطى فيها شعر. فالحاج كاغامي بيفتح الضرفه تاني كده وبيتخض لتاني مره. بعدها بيقول في نفسه ده اكيد من فعل كامو. بيمسك الشعر كده وهو فرحان بيقول ايوه هي دي بنت انا اللي معلمها. فالعيال اللي جنبه بتقول اهو ده يخوف اكتر من الشعر اللي هو لقاه
عملتها اصلا. فهو لما بيروح بيسالها انت عملت كده؟ بتقول له اكيد لا، وبعدين هعمل كده ليه يعني؟ بتقول له المهم روح ارمي البتاعه دي يا ابن العبيطه وتعالى. واثناء ما كان ماشي نفس القطه اللي كانت على السور بتبدا تتكلم، بتقول له ايه رايك يا ابو الصحاب؟ انا في حته تاني عكسك كام ومش كده؟ فبيقول لها بو 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 القطه بتتكلم. بعدها بتبدا القطه دي اصلا تتحول لبشريه. هي بتقول له هو ليه الجو برد كده يا ابو الصحاب؟ فكيغومي بيديها نظره اللي هو روح البسي حاجه يا بنت الصرمه. فالمهم يعني بعد ما البنت بتلبس وبتستر نفسها بتقول له انت ليه قاعد تساعد المره دي؟ ولعلمك انا شفت كل حاجه على فكره. فهو بيقول لها طب بطلوا تحشروا نفسكم بقى في كل حاجه، الله يخرب بيوتكم خربتوها. بتكمل كلامها وبتقول له لعلمك بقى انا وكامو نبقى اولاد عم. ومع كده عم اللي هو الزعيم اللي فات خد اسوأ قرار انه يخلي كامو هي الزعيمه الحاليه. فالمفروض يعني تبقى الزعيمه دي ست مزه جامده طحن يعني وزي كده انت فاهم. وعشان كده يا ابو الصحاب انا هخلص من كامو واخد مكانها. ايوه انا هعمل افشخ منظمه على مر التاريخ ده كله. المهم بتكمل كلامها وبتقول له ايه الشعر اللي في ايدك ده؟ يبقى من حمامات النسوان يا ابن العبيط ارميه بقى. فالواد من القرف بيرمي الكيس لفوق وبيبدا يتنطط زي العبيط. فالبنت بتضحك واثناء ما كانت قلبه راسها بتشوف كامو في وشها. اوبا. فكامو بتسالها انت بتعمل ايه هنا يا شركو؟ فالبنت بترمي عليها تعاويذ فعلا بتختمها. فكامو بتقع على الارض. فالبنت بتقول لكيغومي الراجل اللي انت شفته من يومين ده انا اللي كنت مأجراه يا حبيبي. فكامو بتقول لكيغومي سيبك منها وفك التعاويذ دي من عليا. فالواد لسه بيشيل الطلاسم راحت شاركو نطت عليه بالفعل. فالواد نط بسرعه قبل ما تجيب اجله. فشاركو بتقول لبطلنا انا جيت هنا عشان اخد راسها هي وبس، لكن لو اتدخلت هجيب راسك معاها. فالبنت لسه هتقطع راس كامو راح كيغومي لعب على مشاعر الانوثه الخامس مره وقال لي كامو اصحى يا ام وش شبه المهرجين. فكامو حرفيا بتطير لورا وبتمسك الفاس تكسره. فبتقع كوره كده من جيب كامو. فالبنت بتدوس عليها وتكسرها من غير قصد. فالبنت بتبص لكامو كده بتقول لها انت بتبص لتحت لا ست انت بص عليا انا فوق. وبيطلع ان الكره اللي وقعت من جيب كامو سقطتها القزمه حرفيا. شركه بتقول لها انت عملت فيها يا ست انت رجعي لي الجسم بسرعه. فكامو بتقول لها اكيد وماله يا ست لما اعرف الاول ازاي ارجعك. فشركه بتقول لها يا زليله عاوله ما تفكريش ان الموضوع ده خلص على كده انا هجيلك تاني. المهم تاني يوم بتكون كامو ماشيه في الطريق. فبيكون في راجل عجوز قاعد يزعق مع الاطفال. بتاجي كامو كده من جنبه بتقول له بالراحه يا عمنا احسن لا يطق لك عرق ولا حاجه. فالراجل بيتخض منها. فهي بتساله هو انت شفت عفريت قبل كده؟ وبيكون الاطفال قاعدين يستفزوه يا عيني. فالراجل بعد ما بيسكوا كده بيقول لهم شفت عفريت. فبيبدا يحكي قصته. بيقول لهم لما كنت ماشي في الطريق بالليل شفت عيل صغير وشكله غريب حرفيا وبيكون حاطط على جسمه كلها طلاسم. فعمنا بيتخضوا بيقول لهم عشان كده انا خدت بعض وخلعت من المكان. فالاطفال بيقولوا ده اكيد ولد الروح الشريره. فكانوا بتقول لهم ولد ايه حبيبي انت وهو؟ بيقولوا ليها دي قصه منتشره عندنا في المدرسه. بيقولوا ان الطفل ده بيبقى متغطي بالطلاسم وكده. المهم الاطفال بيمشوا وبعدها بنروح لعمنا كيغومي. بيكون ماشي في الطريق واثناء ما كان ماشي بيشوف كامو اللي شكلها اتجوزت صندوق الزباله. بيقول لها انت بتعمل ايه يا بنت العبيطه في الصندوق؟ فالدميه بترد عليه وبتقول له احنا مستنيين العفريت اللي بيبقى لافف على نفسه طلاسم ده. وبتقول له المشكله انه لحد دلوقتي ما عداش. فكيغومي بيقول لهم عفريت ايه يا اولاد الهبله انت وهي؟ انا بمشي من هنا كل يوم عمري ما شفت حاجه زي كده. فبتطلع كامو بتقول له الشبح ده يا صاحبي احنا سمعنا ان هو بيبقى بيتغطي بالتعاويذ وكده. فبتقول له ايه تعرف اي حاجه عن الموضوع؟ فهو بيتوتر كده بيقول لها ده يبقى انا ست البنات. بيبدا يحكي لها قصته. بيقول لها لما كنت صغير كنت بخاف من العفاريت وعشان كده كنت بغطي نفسي بالطلاس. فهي بتقول له طب ازاي يا ابن الهبله لما كنت صغير؟ والراجل العجوز قال انه شافه من كام يوم. بيقول لها اديك قلت يا ست البنات راجل عجوز يعني راجل خرفان ومخرفن. المهم تاني يوم بيكون في المدرسه فصاحبه بيقول له ايوه يا عم الناس المرتبطه. طب بطلنا بيقول له مرتبط بمين يا عمنا؟ بيقول له انت هتعمل نفسك اهبل يا ابو الصحاب ده الكل شافك وهي بتجري وراك وفي اللي شافك وانت بتوقع من على السلم. فهو بيقول احمس ابو الصحاب هو انت قصدك على ماكو؟ بيقول له ايوه بص على نفسك كده يا ابو الصحاب انت اتصدمت من الحب يا عزيزي. بيقول له حبيبه مين يا هبل انت؟ فبيجي واحد من ورا كيغومي كده بيقول له انا ابن الناس انا ابن الناس مش قادر تشتري هدوم فراح تسرق هدومي. فبطلنا بيقول له هدوم يا عم انت وسرقت انت عبيط. فالراجل بيرد عليه بيقول له هو انت هتعمل نفسك اهبل يا ابو الصحاب هدومي فين يالا يا ابن الناس؟ المهم يا صاحبي بيرنوا العلقه التمام وبيخنقوا. المهم بعدها بنشوف كيغومي بيروح عند كامو بيقول لها الموزه منوره النهارده. فهي بتقول له مش من عوايدك تقول كده يا حبيبي. بيقول لها مش مهم ايه رايك نروح نتفسح شويه؟ فهي بتقول له مش هينفع عشان انا مش فاضيه دلوقتي. فالواد بيلعب على الحته اللي بتوجع وبيدخل الست عن طريق بطنها. فالدنيا بتقول لها يا ست البنات ورانا شغل. لا وحياة امك لكن لا حياه لمن تنادي يا عزيزي. الدنيا بعدها بتاخد بعضها وتروح على البيت. فبتشوف كامو في البيت. فهي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ هو انت مش المفروض ان انت بتتفسح مع كامو؟ بيقول لها اتفسح ازاي
يعني. بيقول لها احمس دي تاني مره اللي اسمع فيها حد بيتكلم عني، انا شاكك ان في نسخه تانيه مني. فبتقول له الدميه ممكن ده يكون نصك التاني. بيقول لها نص التاني ازاي يعني؟ بتقول له دي ظهر جسمك بيفصلك عن ظلك، ودي بتحصل للناس اللي قربت تموت. فبطلنا الكحيان. فبيقول لها احمس ده انا لسه ما اتجوزتش يا ست انت. بتقول له اهدى بقى يا ابن العبيطه دي مجرد قصه. بتقول له في عضو سابق من الكاكاغومي عنده القدره دي، واكيد هو اللي ورا الموضوع ده. المهم بعدها بيكون نسخه كيغومي قاعد مع ماكو، بيبدا يقول لها يا ست البنات وانت المزه الوحيده اللي عجبتني. فالبنت بتلف وشها كده وبتقول له تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي. بيقول لها انت عرفت ازاي ان انا مش كيغومي؟ بتقول له عشان الاصل قدامي اهو يا مغفل. فالحاج كيغومي الاصل بيقول لهم هو فين هو فين الكلب الذليل قوي الحقير ده؟ رب يقول لهم اخرسوا. بيقول له كيغومي انت ازاي تسرق الزعيمه مني؟ انا اللي بحبها بجد. فبيجي عمنا اللي اتسرق هدومه ده وبيديه على راسه وبيعمل منه احلى فطيره في الارض. فكانوا بتقول له انا عمري ما بصيت على شكلك من بره، انا ببص على الانسان من جوه مش اكتر. فالواد بيتعصب وبيقول لها ده انت زلتيني مرتين، ده انا هندمك بس اصبري. وقبل ما يعمل اي حاجه كانوا بتديه برجلها وبتطيره يا عزيزي. بتقول له ده انت ملزق بصحيح. المهم بعدها بطلنا بيروح على محل اكسسوارات، بيكون ماسك ضرس في ايده كده، واثناء ما كان ماشي بيشوف شريط كده. فبيجي صاحب المحل بيقول له بص انت شكلك كده عجبك الشريط ده، بص يا ابو الصحاب انا هاخد الضرس وانت تاخد الشريط. فبطلنا بيبقى رافض في الاول، لكن الراجل ده بيعرف يقنعه بالطريقه وبياخد منه الضرس برضه. بعدها بيروح على البيت. فكانوا بتقول له هو انت هتسمع بيقول لها اسمع يا ستين تهدي بقى. فهي بتقول له الله خلاص يا عمنا انا تزعل نفسك. بعدها بتطلع تلفزيون قديم كده عشان تشغل الشريط. فبطلنا لسه هيدخل الشريط، بعدها بيفكر في نفسه بيقول طب ثواني كده، طب لو طلع ده شريط بيقول لها لا خلاص يا ست كنسل على الموضوع ده خالص. المهم يعني واثناء ما بطلنا كان نايم الشريط بيتحدف على راسه. فهو بيقول مين ابن اللسانيه اللي عمل كده؟ بعدها بينور النور كده وبيشوف الشريط في وشه. فالشريط بيتكلم وبيقول له يا ابن الناس الحلوين. فبيرنوا علقه محترمه يا عزيزي. والله صعبان عليا بطلنا ده من اول القصه وهو عمال يترن على قاد. المهم الشريط بيقول له انت مش عايز تشغلني ليه؟ قول لي هو انا وحش قول لي. فكامو بتطلع كده وبتقول له هو في رياض يا ابن العبيطه. فهو بيقول لها الحقيقه يا ست انت ده ما طلعش شريط عادي. فالشريط بيبدا يقول لهم ايوه انا مش شريط عادي، انا الشريط المنعون اغنطون، كل اللي هيسمعني بتوع عليه لعنه الفراعنه ويموت. فبطلنا بيقول له طب يا ابن العبيط احنا ما شغلناكش ابلع سيمبا. هو بينط عليه وبيقول له عشان كده انت انسان مش سالك، شغل الشريط يا ابن الناس الحلوين. فكانوا بتقول لي بطلنا انت الحاجه الوحيده اللي شكلك كده بتعرف تعملها انك تضايق العفاريت. فهي بتقول للشريط ولما انت يا زكي بتقدر تتحرك ليه ما تحشرش نفسك بنفسك وتريحنا؟ بيقول لها اسكت انت يا بت يا متخلف، لازم الانسان الذليل العويل ده هو اللي يعمل كده. فبطلنا بيرد عليه وبيقول له هو انت عبيط يا اسطى؟ انت عايزنا نتفرج على شريط مدته 4 ساعات؟ المهم يعني بعد معركه كوميديه ما بين الشريط وكيغومي، الشريط لسه هيخليه يدخله في التلفزيون غصب. راحت كامو رفعته لفوق. فالشريط بيقول لها انت طفله مالكيش دعوه بالموضوع. المهم يعني يا اسطى البنت بتقول انا مش قادر احركه المره دي، وهوبا بيدخل الشريط يا عزيزي. فالشريط بيقول لهم انا اشتغلت. فالشريط بيقول لحظه كده طلعوا لي بسرعه عبد الخرده دي. المهم تاني يوم بنشوف شركه واللي مش عارفه ترجع لحجمها الطبيعي. فبتقابل الولد السلايم ده بيقول لها ايه ده انت امتى اتسخطت كده؟ فهي بتقول له انت مين يا وش الطين انت؟ هو انا اعرفك؟ فبيبدا يتحول كده وبيقول لها طب وكده يا ست البنات؟ تقول له ايه ده هو انت الولد الكوبي؟ بيقول لها بالظبط. فالباشا مش بيقدر ياخد هيئتها للاسف. فهي بتقول له مغفل انت عارف ان انا ممكن اموت لو قلدت شكلي؟ بيقول لها بالظبط يا ست البنات، لكن انا خدت احلى علقه من كامو فمش عارفه اتحول تاني. فبيجي كلب كده. فالبنت العبيطه بتروح عشان تلعب معاه. فهي بتقول له انت شفت كل حاجه مش كده؟ هي دي بقى الاثار الجانبيه بسبب اللعنه اللي انا وقعت فيها بسبب كامو. فبتقرب منه وبتقول احنا خلاص يا ابو الصحاب احنا هنبقى فريق واحد انا وانت، واحنا اللي هنوقع كامو ونخليها تدفع الثمن. فهو بيقول لها يا ست انت انا مش عايز، لكن هي بتشده وبتقول له تعالى ورايا بس انت وساكت يا الذليل عول حقيقي. المهم يعني واثناء ما كانوا ماشيين بتكون كامو بتتمرجح. فشركه مشاعر الاطفال بتشتغل عندها وعينيها بتلمع كده. فكامو بتحطها على المرجحه وبتبدا تمرجحها يا حلاوه. المهم تاني يوم بطلنا بيبقى تعبان وبيكون يا عيني هيولع بسبب الحلوفه اللي وراه دي. فبعدها بنروح عند السلايم والبنت شركه بيكونوا ماشيين في الطريق. فبيقابلوا العروسه بتاعت كامو. فالبنت شركه بتقول لها عروسه وبتبدا تمشي وراها زي العبيطه عشان تلعب بيها. فشركه بتقول لها هو انت رايح على فين يا خالته؟ فالعروسه بتقول لها حل عنا بنت انت انا مش بحب الاطفال. فشركه بتقول لها مين الطفله دي يا وش البومه انت؟ بعدها بتقول ام اللعنه دي. فالعروسه بتقول لها هو انت ما تعرفيش ولا ايه؟ دي لعنه الزعيم اللي فات كان بيجمع اطياف الناس اللي مش عايزين يكبروا ويختمهم في كوره واحده. فصح انا معايا طريقه فك الختم
متضايق هاو. فالبنت بتجري وراها كده وبتقول لها هات الخيط، هات يا بنت. فالعروسه بتقول لها وده ليه ده بقى ان شاء الله. فبتبدا شوركو تنادي على السلايم عشان يساعدها، فبيبقى السلايم في حته تاني وقاعد يشرب ريد بول. فشوركو بتبدا تبكي كده، فبتحصل حاجه غريبه وبنشوف الضباب بيوقع العروسه على الارض. فالعروسه بتقول لشوركو هو انت عملت فيا ايه؟ هي بتقول لها عملت ايه ولا حاجه يا بنت انتي، بقول لك ايه تعالي كده بقى اما نلعب شويه. فبنروح عند كيغومي وكامو، فبتجي العروسه كده بتبقى براسها بس، فبطلنا من الخوف بيغمى عليه. المهم الدميه بتحكي لكامو بتقول لها انا قابلت شوركو وعشان هي في جسم طفله انا اتسهلت معاها. بعدها بنروح عند شوركو بتفتح الورقه فمش بتعرف تقرا الكلام اللي فيها، بتشوف الكلام مجرد رسم اطفال. المهم الورقه بتطير وبتقع في الميه اللي عند السلايم. هو بيقول حته ورقه ملهاش ايتها 60 لازمه وبيمشي يدور على شوركو. بننتقل عند بطلنا واللي بيطلع عند الدكتور كده وبيكشف على نفسه. فالدكتور بيقول له لا يا حبيبي انت سليم بس فيكش اي حاجه، انت ممكن بس يكون عفريت في عندك في البيت. فالولد بيتخض وبيرجع على البيت. فتاني يوم بطلنا بيبقى بيتكلم مع الدميه، بيقول لها يا ست ارحمي امي بطلي تخديني. فهي بتقول له انا عامل لك ايه يعني، انا مجرد عروسه ما عنديش اي قوه. وبيطلع صديق ان الدميه محشوره تحت الدولاب. فالدميه بتقول له انده لكامو بسرعه عشان تخرجني. فكامو هي بتطلعها بتوقع كتب الحاج كيغومي واللي بيبقى عايز يولع فيهم. المهم كيغومي بيبقى ماشي وبيشوف حاجه بتتحرك في الميه. فبطلنا بيقول لصاحبه على الموضوع، فصاحبه بيقول له عادي يا عمنا ممكن تكون سمكه بس مش اكتر. فبيجي واحد دحيح وبيقول له ها روح اكشف على نظرك يلا. بعدها بيسيبوه ويمشوا. فالحاجه دي بتبدا تبان، فبطلنا بيمشي وراها كده عشان يعرف هي ايه. وبيطلع صديقي انها سندوتش جبنه. فبطلنا بيقول هو انت ايه يا عمنا؟ فالسندوتش بيرد عليه وبيقول له هو انت شايفني ايه يعني يا مغفل، ما انا سندوتش يا اسطى قدامك. المهم يعني بتحصل شويه مواقف غريبه. فبيتقابل مع السندوتش ده اكتر من مره. المهم بيجي عشان يسحب السندوتش من الميه وبيطلعه، فالسندوتش بيتقطع نصين. فبيجي تمساح يقول له انتي للتماسيح وبياكل السندوتش من ايده وبيخلع. المهم يعني بعد الليله دي بطلنا بيبقى زعلان على السندوتش. فكامو بتقول في نفسها ماله ابن العبيطه ده. فبتساله في ايه؟ بيقول لها السندوتش مات اكلوا التمساح ابن الصربه. فهي بتقول له انا عارفه انك طيب بس مش للدرجه دي يا ابو صحاب. فهو بيقول لها خلاص يا ست انت مش شايفه اني زعلان ولا ايه؟ السندوتش مات. وبس كده يا صاحبي، دي كانت نهاية الحلقة الخامسة من الانمي الجامد بتاعنا. فانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وحط اللايك بتاعك والكومنت اللذيذ والجميل اللي زيك، واستنى الجزء اللي جاي باذن الله هيبقى دمار الدمار، وهنعمل لكم حاجة لحد ما الحلقات الجديدة تنزل. فانا عايزك يا صاحبي تدعمني وما تبخلش بالاشتراك اللذيذ اللي زيك. ويلا يا ابو الصحاب اشوفكم في ملخص جديد باذن الله.